هل ينفع تبني عضلات وتحرق دهون في نفس الوقت؟ طبعا يمكن انا اول ما خسيت كان وزني زاد جدا في الاول. طبعا اللي شاف فيديو ترانسفورميشن هيكون عارفني بشكل اكتر، واتمنى لو حد مهتم يعرف رحلتي من الاول يشوف الفيديو ده. كان وزني تقيل جدا، يمكن كان تقريبا وزني حوالي 120 كيلو. بعدين بعد ما خسيت تقريبا وصل وزني تقريبا حوالي 80 كيلو او كده. بس برغم ان انا خسيت كان برضه ستيل ساعتها شكل جسمي مش حلو، يعني حتى انا وزني قل جدا بس شكل جسمي ما كانش حلو. وطبعا اول ما بدات اتابع في مجال التدريب بقى والتغذيه والنيوتريشن والتمرين وكده، كانت اي حد يقعد يقول لك حاجه من اتنين: انت دلوقتي يا تضخم يا تنشف، يا تبني عضلات وانسى بقى ان انت تحرق دهون وكده، او يا اما ان انت تنشف او تنزل الدهون اللي عندك وانسى ان انت تبني كتله عضليه. وطبعا ده كان الفكر المنتشر، وانا بذات نفسي كنت ساعتها مقتنع بالكلام ده وكنت ماشي وراه. وبصراحه انا ساعتها كنت من الناس المتحير، يعني انا اعمل ايه بالظبط؟ اصل انا كان ساعتها كتلتي العضليه قليله بعد ما خسيت، يعني وزني قليل وشكل جسمي مش حلو، فغالبا كتلتي العضليه قليله وباين قوي، وفي نفس الوقت لسه عندي دهون، يعني لسه باين قوي شكل جسمي فيه دهون. فساعتها كنت انا محتار بقى، يعني انشف ولا اضخم؟ طبعا الاغلب يعني او التفكير السائد هيكون ان انت تنشف، او اكيد يعني مش هبني كتله عضليه على دهون عندي. وطبعا بقى ساعتها اتعلمت ازاي احسب سعراتي ونسب البروتين اللي الواحد محتاجها في اليوم والماكرو نيوترينز وكل بقى الكلام الجميل ده كله. فانا ساعتها كنت مقلل سعراتي يعني احتاجي اليومي، وبرده نسب البروتين بتاعتي كنت باخدها كامله. يعني ساعتها لاحظت حاجه، اي نعم كان وزني بينزل ونسبه دهوني بتقل وشكل جسمي بينشف، بس في نفس الوقت كنت بزيد كتله عضليه، او بمعنى صح شكلي قدام المرايه باين ان في عضلات بتزيد. وفي نفس الوقت انا بتمرن كان باين قوي السترينث او القوه بتاعتي كانت بتزيد جدا بشكل ملحوظ جدا. طبعا واحد هيقول لي ده عشان انت كنت مبتدئ فالكلام ده كله كان بيتطور معاك والدنيا بتظبط معاك. انا عارف طبعا الكلام ده كله واللي انت بتقوله ده صح، ولكن برضو اتمنى تشوف فيديو التنشيف اللي انا عملته في مده 30 يوم. لا ساعتها كنت زدت سترينث، يعني اي نعم كان مستواي متقدم بقالي كتير قوي بتمرن، ولكن برضو لا زدت الكتله العضليه بتاعتي وفي نفس الوقت حرقت دهون. والعمليه دي بقى يطلق عليها البادي ريكومبوزيشن، او بمعنى صح اعاده توزيع شكل الجسم. وطبعا عايز اقول 90% من الناس تقدر تطبق النظام ده، البادي ريكومبوزيشن، انها تزيد عضلات وتحرق دهون في نفس الوقت. وعايز اقول لك حاجه، اللي ما يقدرش يطبق الموضوع ده الناس الادفانسد قوي، يعني مثلا واحد بيتمرن بقاله 5 سنين او 10 سنين مثلا، بقى يتمرن بقاله كتير قوي وبقى خلاص تقريبا قرب يوصل للجيناتيك ليميتس بتاعته، او الناس اللي بتتمرن بقالها كتير قوي وبانتظام قوي في التمرين بقى والدايت وكل حاجه، وقرب يوصل للليميتس بتاعت الجينات بتاعته، او بمعنى صح احسن مستوى ممكن يوصل له طبيعي. فساعتها الناس دي بيبقى صعب قوي ان هو يطبق الموضوع ده، صعب قوي ان هو يزيد عضلات ويحرق دهون في نفس الوقت. ولكن اغلب الناس المتوسطين والمبتدئين وكل الناس، اغلب الناس حتى، ومثلا لو انت كان بقالك مده بتمرن وبطلت وكل ده، يقدر يطبق الموضوع ده. وطبعا الناس اللي بتنجك او بتاخد هرمونات بكل تاكيد تقدر تطبق الموضوع ده. وعايز اقول لك كلمه حق بصراحه، يعد التنشيف صرف او التضخيم صرف ده يعد كلام اولد سكول قوي، كلام قديم. حاليا برضو الابحاث حديثا ويعني واغلب الكلام دلوقتي تلاقيه كله بيرجح الموضوع البادي ريكومبوزيشن، او ان انت على سبيل المثال بتخس دهون وفي نفس الوقت بتزيد كتله عضليه. وتقريبا في النظام ده اللي انت بتعمله، يعني على سبيل المثال في اي نظام انت بتعمله، في اكل وفي تمرين، التمرين ثابت، يعني اللعب مش بيكون في التمرين. يعني على سبيل المثال لو انت راجل بتضخم بتنشف بتعمل بادي ريكومبوزيشن، التمرين ثابت في كل دول. انت المفروض كل عضله محتاجه عدد مجاميع معين وعدد تمارين معين انت المفروض بتنفذه، والمفروض انت ايا كان هدفك من الثلاثه دول، انت وظيفتك في التمرين بتاعك او اللي المفروض تعمله ان انت كل تمرينه تحاول تحقق هدف البروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل التدريبي. بمعنى صح كل تمرينه تحاول تزود على التمرين اللي قبليها، يعني على سبيل المثال تزود وزن، تزود عدات، مجاميع، المهم يعني الفوليوم بتاع التمرين ده يزيد. وده اصلا اللي بيحقق مبدا زياده الكتله العضليه. وطبعا فكره التضخيم اصلا ان انت بتاكل اكتر، فبالتالي بيساعدك ان انت مثلا تشيل اوزان اكتر، فبالتالي تحقق قاعده زياده الحمل التدريبي. نيجي بقى في الاكل بقى، تقريبا اللعب كله بيكون في الاكل والكارديو برضه. وعايز اقول لك انا اصلا بذات نفسي بطبق على اغلب المتدربين اللي عندي فكره البادي ريكومبوزيشن، لان بلاقي 99% منهم يقدر يحقق الموضوع ده. نخش بقى في نقطه الاكل. اول حاجه انت المفروض تحددها انت هدفك ايه. بمعنى صح انا مثلا دلوقتي راجل هبتدي اعمل البادي ريكومبوزيشن، انا دلوقتي عايز ازيد عضلات واحرق دهون، الاولويه لايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو معلش انا اسف واحد رفيع شويه وعنده شويه دهون، الناس اللي سكيني فات بقى والحاجات دي، ده المفروض الاولويه بتاعته يكون ان هو عايز يزيد كتله عضليه بشكل اكبر. هو اصلا الراجل مشكلته الكبرى في الموضوع ده، هو برضه عايز يحرق دهون، بس الاولويه لايه؟ لانه يزيد كتله عضليه. واحد مثلا تخين وزنه زياده شويه، او مثلا واحد كان في المرحله اللي انا كنت فيها لما انا كنت مثلا وزني 80 كيلو، المفروض الاولويه تكون لايه؟ ان هو يحرق دهون، ده باين قوي يعني، ده عشان هو نسبه دهونه عاليه قوي، فاكيد الاولويه ان هو يحرق دهون وبرضه يزيد كتله عضليه، ولكن الاولويه لانه يحرق دهون. تعالى بقى اقول لك ازاي تعمل نظام الدايت الخاص بكل واحد من النوعين اللي انا قلت عليهم دول، او بمعنى صح بناء على الاولويه اللي انت حددتها. اول حاجه وزي ما تقول كده ان انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تعرف سعرات الثبات بتاعتك. طب تعرف سعرات الثبات بتاعتك ازاي؟ ان انت تضرب وزنك في 2.2 في من 14 ل 16 بناء على نشاطك اليومي. مثال مثلا واحد وزنه 80 كيلو، هنضرب ال 80 في 2.2 في 15 مثلا، هيطلع لنا 2640 سعر حراري. دي كده السعرات الثبات بتاعته. بمعنى صح دي السعرات
السعرات اللي هو لو كلها لا هيزيد ولا هيقل. وانصح لو انت راجل اوبيس شويه او وزنك زايد شويه وهدفك الاكبر ان انت تنشف، حاول برضو تروح للرينج الاقل اللي هو ال 14. وبرضو عايز اقول لكم انا كنت عامل سلسله حلقات اسمها ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، تقريبا شرحت فيها كل حاجه من الالف للياء ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، فيا ريت تشوفوها، يعني فيها ديتيلز اكتر بكتير من ان انا هعملها في فيديو زي ده. دلوقتي انت عرفت سعرات الثبات بتاعتك. انا عايز اقول لك برضو كلمه حق عشان اكون حقاني، الحسبه اللي انا عملتها لك دي دلوقتي دي بصراحه تعد بتجيب لك سعرات الثبات بتاعتك بالتقريب مش بنسبه 100%. وانصح لو انت عايز تعرف سعرات الثبات بتاعتك 100% ممكن تجرب، يعني الموضوع بيكون بالتجربه. ازاي بقى تجربها؟ يعني على سبيل المثال انت مثلا طلع لك سعرات الثبات بتاعتك 3000 مثلا، جرب تمشي عليها لمده اسبوعين 3 وتشوف لو وزنك فضل ثابت خلاص ساعتها دي تبقى سعرات الثبات بتاعتك، ولكن لا بقى لو وزنك زاد او قل ساعتها دي ما تبقاش سعرات الثبات بتاعتك. وبرده نصيحه مهمه جدا لما تيجي تتتبع الوزن بتاعك على الميزان، حاول لما تيجي توزن ما يبقاش مثلا مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين، لان الوزن اللي بيطلع ده بيبقى متغير بناء على حاجات كتير، ممكن مثلا في يوم جسمك حابس ميه يوم لا، وهكذا يعني. فعشان كده الرقم ده ما بيبقاش دقيق قوي ان هو كل اسبوع مره او كده. حاول توزن نفسك كل يوم وتقسمهم كلهم مثلا على 7 على مدار الاسبوع، وده يطلع لك الافريج او المتوسط بتاع وزنك. بناء على ده تبتدي تقيم وزنك كل اسبوع. دلوقتي انت عرفت سعرات الثبات بتاعتك، لازم بقى تعرف احتياجك اليومي للبروتين، وتقريبا البروتين ده اهم شيء في ان انت تبني كتله عضليه. طب انت بقى محتاج كام جرام بروتين في اليوم؟ وطبعا برضو اتمنى تشوفوا سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، عشان انا شرحت الموضوع بتفاصيل التفاصيل يعني في الموضوع ده، ولكن في الفيديو بتاع النهارده اقول لك باختصار يعني كده، حاول تاخد لكل كيلو من وزنك 2 جرام بروتين. مثال مثلا واحد وزن 80 كيلو ياخد 160 جرام بروتين في اليوم. وطبعا لو انت راجل بقى نسبه دهونك عاليه قوي معديه ال 20% وكده، لا الكلام ده لا يطبق عليك قوي. ساعتها انصحك تروح تعمل ان بادي وتشوف ايه هو اللين بادي ماس بتاعك او وزن جسمك من غير دهون، وتبتدي تحسب له الجرامات البروتين اللي هو محتاجها. وبرضه هتلاقي كل الكلام ده في سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل. تاني بقى واهم خطوه تعملها دلوقتي ان انت تقلل من السعرات بتاعتك او سعرات ثبات اللي انت جبتها لحد 1000 سعره حراريه في اليوم. وزي بقى ما قلت الموضوع على حسب هدفك. مثال لو انت مثلا راجل هدفك او الاولويه يعني لان انت تبني كتله عضليه، انت برضه عايز تحرق دهون بس الاولويه او البايورتي لان انت تحرق دهون، ساعتها مثلا ممكن تقلل من 200 ل 500 سعره حراريه في اليوم. طب افرض انت بقى راجل الاولويه بتاعتك لانك تحرق دهون، ساعتها مثلا ممكن توصل من 500 ل 1000 سعره حراريه في اليوم تقللهم. نيجي بقى للنقطه الاهم، ازاي بقى اعرف الاكل اللي انا باكله فيه كام سعره حراريه؟ دي بقى انا كنت عامل لها شورت اقل من 60 ثانيه او معنى صح فيديو قصير شرح فيه الموضوع يعني ايه في السريع كده، فيا ريت تشوفوه. ولكن في السريع كده انت عندك حل من حلين. اول حاجه ان انت تحمل ابلكيشن ماي فيتنس بال تحسب بيه سعراتك وده اللي انا افضله. تاني حاجه ان انت ممكن تخش على جوجل وكل اكله تكتب ايه فيها كام سعره حراريه وكده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. وبرده مش يعني عايز اكد على الموضوع تاني، عارف الناس قرفت من الكلمتين اللي انا بقولهم كل شويه دول. يا ريت تشوفوا سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل عشان فيها تفاصيل اكتر من اللي انا قلتها في الفيديو ده بكتير. ولو اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.